كما قلت سابقا، خصوصا هذه النسخه هذه اللي ديال 2026 اللي كنشوف انا من اسوأ البرامج اللي دارت هذا العام، خصوصا ملي شفنا اولا كاينين بعض المشاركين، ماشي غنقول كلشي، كاين البعض اللي هما ربما جاو باغيين يتصوروا باغيين يدوزوا، والهدف ديالهم هو انه سواء داز في البريم الاول او الثاني خاصو باغي يدي مع ثلاجه ولا عمره ولا تلفازه. وخصوصا دابا ملي لاحظنا هاد الناس هاد الجوج اللي هما اصغر كوبل اللي دازوا، اللي صراحه شوهوا براسهم. واش كان داكشي عمدا او عن غير عمد؟ وملي كنشوفوا دابا بان الراجل اللي هو كنقولوا رجل، يعني كما كيقولوا الرجال قوامون على النساء، اللي كنشوفوا دابا المراه كضرب الراجل، هذه وقدام 40 مليون ديال البشر كتفرج. وربما هذه القناه ربما هي عندها فضائيات شافوها ناس اخرين بمعنى ان هذا الشيء خص يتعاد فيه النظر. ولا اللي غادي نقول بان الطاقم المشرف على هذا البرنامج كيتحمل المسؤوليه. وهاد الجوج اللي داروا هاد التفاهات هما خصهم بعدا اعاده التربيه. اول حاجه، واش غادي تنتظر من واحد جوج باقيين صغار؟ باش غتنتظر من واحد جوج باقيين صغار، واحد كيضرب وحده كضرب راجلها؟ اشنو غادي هو لا ولدوا لك واحد الوليد ولا بنت، واش غتنتظر منهم؟ واش هادو هما اللي غادي ننتظروا غادي يكونوا لنا اجيال وشباب اللي غادي يطلعوا؟ هي في الحقيقه تبقى عليهم وصمه عار. وكذلك خايبه بالنسبه للمنطقه اللي هو منتمي لها، فهمتي؟ خايبه بالنسبه للمنتمي لها. يعني انا كنطلب من التلفازه والناس اللي كيديروا هاد البرامج بحال هذا يعاودوا يحذفوهم ولا يديروا. حنا محتاجين برامج ثقافيه دينيه، مسابقات رياضيه، فهمتي؟ هادشي اللي محتاجين حنا. الحمد لله المغرب الثقافات، المغرب ديالنا زوين، من احسن البلدان في العالم، فهمتي؟ حنا من احسن، حنا الحمد لله غادي نتقدموا الحمد لله بخير وعلى خير. الشباب ديالنا غادي في تطور، كاينه الثقافات، ولكن الا كنا بحال هادو راه غادي يكفسوا لينا الشباب ديالنا. حنا خاصنا الحمد لله حنا واعيين. واصلا كاين عزوف من الزواج جنسات، هذيك العزوف ديال الزواج هذيك حاله اخرى. هذيك دابا ملي ولات كيقول لك دابا ملي شي واحد باغي يتزوج يقول لك انا غدا المراه تولي ضرباني وفين هي. ما بزاف كاين بزاف ما يتقال في هذا الشيء اللي غنقولوا لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وكفى ثم كفى. هادشي ما عجبكش؟ ما عجبنيش، راه ما عجبش كلشي. حنا ولينا دابا نهار السبت كنتسناو نشوفوا شي برامج ثقافيه دينيه اللي نستافدوا منه ونفيدوا منها ناس اخرين. فكنلقاو راسنا كنشوفوا واحد ماشي تليه. لا اله الا الله محمد رسول الله. واش تقول لهاد الناس؟ الله يهديهم هادشي اللي غنقولوا. صافي الحمد لله عندنا ثقافه. بلد المغرب بلد ثقافات الحمد لله. الحمد لله الشباب ديالنا في اي لقاء رياضي ثقافي ديني كتلقاه متوج دائما بالرتبه الاولى. وبحال هذا دابا اش غادي الله يتنساو ديال الخير اخويا. الشيء راه في الحقيقه شيء يؤسف له. لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي ولا كيخلع ياك اخويا. شكرا.